سيدتي، أهلا وسهلا بك. أخشى أن يكون السفر قد أتعبك وسأحاول ألا أطيل الكلام عليك، وإن كان التقصير في الكلام مع السيدة أم كلثوم شيئا يصعب. أود أن أسألك أولا عن أحب الألوان إلى نفسك. دائما أحب الألوان إلى نفسي هي الألوان القاتمة شوية، مش قاتمة، مش الحية مثلا. يعني لماذا؟ يعني بتعطي شيء من الوقار شوية للإنسان يعني. وإن الألوان الأساسية هي الأبيض والأسود والموجود الأساسي كل حاجة. نعم. كيف كان لقائك مع الجمهور المغربي؟ والله أنا يعني لقائي مع الجمهور المغربي ما كنتش أتصور إنه يكون كده. نعم. كان لقاء بلد شقيق لبلد شقيق. نعم. لا، السؤال هو كما يعني قبل العرض الأول هل كانت فيه تساؤلات من طرفك؟ لا أبدا، أنا ما قبل ما بعمل أي حفلة ما بكونش أعرف أي حاجة. نعم. لكن بعد الحفلة الأولى فهمت شعب المغرب كويس، وإنه ذواق جدا للموسيقى. نعم. وإنه طبعا جاملني كتير قوي. قالت الصحافة المغربية في تعليقاتها عن زيارتك الكريمة لبلدنا أن استقبال الجمهور المغربي لك لم يكن له نظير في أي بلد آخر من البلدان الشقيقة. فعلا ده ما هو رأيك؟ هو كده. وش هو السبب؟ السبب عشان احنا بنحب المغرب ومش المغرب بيحبونا. سيدة أم كلثوم، أرزقك الله صوتا يعد من أنفس كنوزنا، وحينما يتحدث الناس عن هذا الصوت يقولون إنه موهبة من عند الله. رأيك في هذا الصوت لو كانت صاحبته غيرك؟ أحمد ربنا على أن هذا الصوت الغيري أولي. على كل حال نحن نفتخر بهذا الصوت. شكرا. هل الموهبة وحدها تفسر المعجزة؟ الموهبة من عند الله، لكن كمان التحصيل يجب أنه لازم نرعاها. نعم. نعمة ربنا لازم نرعاها بكل وسيلة ونحافظ عليها. هل تتناولين أكلا خاصا يوم استعدادك للحفل؟ ما تناولش أكل خاص. لا أبدا. أبدا. كيف تعيشين داخل بيتك؟ أوقات فراغك كيف تقضي؟ أقرأ الشعر، يعني هوايتي الوحيدة إن أنا أقرأ الشعر. تحفظينه؟ لكن يعني حياتي حياة عادية زي أي ناس، يعني ما فيهاش يعني أي حاجة غريبة. بعد هذه الزيارة ستعودين إن شاء الله بإذن الله أرض الكنانة. أحب أوي إن أنا أعود للمغرب في كل سنة، وهذه كل أمنيات يعني المغرب. شكرا. بالمناسبة دي أتوجه لشعب المغرب بالشكر على ما لقيته من حفاوة، وإني أدعو لجلالة الملك المعظم حسن الثاني بالتوفيق في ازدهار المغرب وفي رعايته. شكرا جزيلا.